اندفاع حماسي كان بسبب فتاوى بعض العلماء. بعد الفترة هذه اللي مرت بان لي باللي كانت فتاوى ضالة، ألقي علي القبض عندما كنت في جولة مع الأطفال. ألقوا علي القبض عناصر الجيش الوطني الشعبي، أما بالرغم من أنهم ألقوا علينا القبض إلا أنهم عاملونا معاملة مليحة، قدموا مساعدات هكذا طبية وجسمانية. قال مدوا لنا شوية دواء هكذا شربنا، مدوا للأطفال مدوا لهم الحلويات. الظروف المعيشية في الجبل كانت قاسية. تزوجت بالسيدة نادية فيلالي المكنات بيسرى، وهي أرملة عيسي محمد، ومن بعده طالبي سمير، ومن بعد بديتها. والأولاد هذو فاطمة وسمية والشيمة وصالح هم أولاد عيسي محمد، وعمران هو ابن سمير طالبي. كانت توصلنا باللي أي واحد يسلم نفسه وينتهي العام اللي فيه باللي رايح يشغل كما نقولوا احنا يشغل راح يرجع الحياة تاعو الطبيعية وما يدخلش في مشاكل. الأمراء والمسؤولين كانوا يخوفوا من المصالحة هذه، يقول لك باللي يقدروا يخدعوكم، باللي يشغل يمنيوكم بركم بعد يطيشوكم، ومن بعد يقدروا يخدعوكم يدخلوكم للحبس. كيما عندما كنت في الجبل وكنت على الضلال تاعي، شاركت في بعض العمليات ضد قوات الأمن والجيش، والإنسان ندم عليها. هذا الأثر هو عبارة عن جرح تجرحت إثر مداهمة لقوات الجيش لمخبأ قتل فيه 3 إخوة وجرح 2، واحد هو أنا. يعني نقول الإخوة اللي مازالوا في الجبال كلهم ماذا بيا ينتهوا عن العمل اللي راهم يديروا فيه، يعاودوا يلتحقوا بالمجتمع ويندمجوا فيه ويرجعوا لوالديهم والعائلات تاعهم. باه نزيد نوضح مليح، يعني أنا تلقيت معاملة حسنة من طرف قوات الجيش بالرغم من أني مقبوض علي. العائلات اللي بقاو نقول لهم يجيو لعندنا، وقوات الجيش عملونا معاملة مليحة. المعيشة في الجبل صعيبة مليحاش، كنا نبردو وكنا ما نشبعوش. يعني صديقتي رقية انت راك في الجبل راح تعيش معنا المعيشة هنايا مليحة. حابة ندخل المدرسة، حابة خلاص نرجع للجبل، شوفني الحال هنا منطلعش للجبل. في عدد جديد من حصة بدون تحفظ حول السلفية في الجزائر، قال الدكتور نصر الدين الميلي أستاذ الفرق والأديان